السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفه جديده من قناه انتصار بيوتي. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد الوصفه للجسم، وهي كتعمل اخر مرحله في الغسيل، يعني حتى نكونوا خارجين عاد نديروها. المكونات كتبان لكم بانها كثيره، ولكن وصفه تستحق التجربه وتستحق نديروها. عندنا هنا 3 مكونات الاولين: قشور حامضه، القليل من الغسول الابيض اللي كيجي على هذا الشكل هذا، عندنا تفل ديال القهوه او التخت ديال القهوه، هنا عصير حامضه، وهنا القشور اعتذر، وهنايا الطين الاخضر اللي عندي انا بحال هكا، وهنا سكر سنيده، هذا جيل دوش، وهذا الطالك او بودره الاطفال. يعني كما شفتوا المكونات كثيره، ولكن الوصفه كتستحق كما قلت لكم باننا نديروا فيها هذه المكونات. بالنسبه للوصفه انها كترطب الجسم، كتخلي واحد الريحه زوينه. بالنسبه للحامض ولهاد المكونات كتعمل واحد المقشر رائع للجسم، وهي اخر مرحله كما قلت لكم باننا نعملوها في اخر مرحله من الغسل. غادي نوضعوا المكونات بشكل عشوائي، يعني المكونات كلها ملعقه كبيره من اي مكون: ملعقه كبيره من الطين الاخضر، ملعقه كبيره من السنيده او سكر بودره، ملعقه كبيره من الطين الابيض، ملعقه كبيره من قشور الحامض، وملعقه كبيره من بعد كنضيفوا تقريبا ملعقه صغيره من بودره الاطفال. اي عندكم ممكن تستعملوا هذه، ممكن تستعملوا ديال جونسون. ونضيفوا العصير الحامض اللي ديجا قشرنا الحامضه، وغادي نضيفوا الكميه معقوله من جيل دوش. انا حاليا يلا استعملت هذا. غادي نخلطوا الخليط كامل حتى يتجانس، وغادي نوريكم الشكل النهائي ديالو. يعني من بعد ما وضعنا المكونات كاملين كنخلطوهم كيجي على هذا القوام هذا. كما قلت لكم وسبقت ذكرتكم بان هذه الوصفه كتعمل على تعطير الجسم وكتخليه رطب، وهي مقشر طبيعي هائل لان فيها بزاف ديال المكونات، تقريبا 5 أو 6 ديال المكونات. هذه الوصفه انا اعتذر شفتها عند ليليا مولين وطبقتها واحد 2 مرات او 3، وقلت علاش ما نشاركهاش معكم. نتمنى تجربوها وتستافدوا منها كما استفدت منها انا. يعني لا كان عندكم شي نقص في المكونات ممكن تستغنوا عليه. كنتمنى ان الوصفه تعجبكم وتجربوها، وما تنساوش اللايك في الفيديو او الاشتراك في القناه ديالي انتصار بيوتي، باش دائما ان شاء الله يوصلكم الجديد. نهاركم مبروك.